طبعًا في الأجواء الشتوية دي والجو البارد كلنا محتاجين الحاجة اللي هتدفينا، وطبعًا ما فيش حاجة هتدفينا قد شوربة العدس، شوربة العدس وجمالها وفوايدها وطعمها الجميل اللذيذ. تعالوا نعملها مع بعض بأبسط وأسهل مكونات زي ما اتعودنا مع بعض، هي أساسًا ما فيهاش حاجة ولا فيها صعوبة. بصوا بقى، انا هنا معايا في حدود 250 جرام من العدس الاصفر، مغسول كويس جدا ومنقوع لمدة نص ساعة لساعة. وعندي هنا بقى الخضار اللي انت تحبيه، عندي طماطمية مقطعاها وبصل وكمان جزر، الجزر ده كنت مفرزاه في الفريزر، ومن فصين لتلاتة توم. البهارات اللي هستخدمها ملح وفلفل اسمر وكمون. اول حاجة هنزل بكمية العدس اللي عندي كلها، لازم يكون مغسول كويس جدا وكمان منقوع من نص ساعة لساعة. بعد كده هنزل بالخضار كله مرة واحدة، ولازم انزل بمية تغطي الكلام ده كله، لان دي شوربة عدس لازم تكون خفيفة مش تقيلة. والعدس كل ما بيقعد في التلاجة او كل ما بيقعد بره في الجو الساقع ده بيتقل تاني. فانا غطيتها بالمية وحطيت التوابل ويلا بينا نرفعها على النار. هنا ابتدت تغلي وكل المكونات بقى اندمجت مع بعض، وما اقولكوش على الريحة في الوقت ده يا جماعة. ابتديت اقلبهم كده بس كانوا لسه عايزين تكه كمان، علشان انا عايزه كل الخضار والعدس يكونوا دايبين، علشان لما اجي اضربهم في الخلاط يبقى كله مستوي كده وتعمل لي احلى شوربه عدس. انا هنا شغلت عليهم الخلاط لحد ما اتاكدت ان كل المكونات اتضربت مع بعض. في نفس الحله اللي انا كنت بعمل فيها العدس غسلتها غسله محترمه ونزلت بيها بمعلقتين سمنه حلوين، وحطيت في حدود بصله كبيره مبشوره، ده البصل برضو اللي كنا مفرزينه مع بعض. تفضلي قلبي كده لحد ما تلاقي ان لون البصل خلاص غمق معاكي وبقى بني زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بقى هنا بشوربة العدس. الريحة بقى هنا يا جماعة ما اقولكوش، ولا كأنك بتسلقي لحمة، كده هيبقى معاكي احلى شوربة عدس انتي ممكن تدوقيها. شايفين بقى القوام؟ هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه لشوربة العدس. هاتي بقى حاجة غويطة كده وابدأي انزلي بيها بشوربة العدس بتاعتك. وانا بقى ما اقولكيش على الاحساس وانتي قاعدة كده في البرد والدنيا بتشتي بره، وانتي قاعدة مع شوربة العدس بتاعتك. وبس كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تشتركولي في القناة وتقولولي رأيكم في الكومنتات. وبس كده.